قولي لي بقى يا ست البنات، ايه اللي يخليكي تروحي اسوان عشان تدوقي من هناك الملوحه العظمه بتاعتهم؟ طب ما انا بكل بساطه هعملها لك في قلب البيت، وبقل التكلفه والطعم والريحه مفيش بعد كده، وسهله جدا وبسيطه ومقاديرها موجوده في اي بيت، يعني مش مكلفه خالص. وادي النتيجه بتاعتنا اهي. بصوا شايفين؟ احنا هنعمل مع بعض زبده 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 اسواني يا بنات، شايفين الجمال ما شاء الله. تعالوا بقى كده معايا، بس انتوا عليكم البصل عشان انا ما عنديش بصل. انا عليا العيش والليمون والزيت وكمان الملوحه، وانتوا عليكم بقى البصل. هنعملها بطريقه حلوه جدا، هقولك بقى ايه المعايير المظبوطه وانهي سمكه اللي تنفع معاكي اكتر. هنعملها بطريقتين، مفتوحه، السمكه تبقى مفتوحه ومتنضفه، وسمكه تبقى زي ما هي كده سليمه. هنشوف الطريقتين مع بعض واقولك ايه الفرق ما بينهم وانه الافضل. يلا بقى معايا نشوف كده ونسمي الله ونصلي على الرسول، وهنعمل مع بعض احلى ملوحه اسواني. شايفين؟ الله.